ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان عندي كده حوالي نص كيلو بانيه، كنت عايزه اعمله بانيه عادي مقلي. كان في صدر واحد كده كنت قطعاه على شريحتين كده بالظبط، على نصين بالظبط. قلت ايه، هشوف الطاسه كده ايه، مش كنتش عايزه حاجه مقليه. وبعدين انا في الاخر هتشوف هرجع في كلامي. الاول هتبله، حطيت هنا ربع كوبايه ميه بس في الطبق، ربع كوبايه وعلبه زبادي. لو انت عندك شويه لبن حطهم بدل الميه، لو عندك لبن رايب خالص بدل الزبادي مثلا. والميه هتحطيه، عندك كميه لبن كوبايه مثلا حطيها بدل الزبادي. انا عشان ما كانش عندي غير علبه الزبادي دي، كنت جايبه اتنين، كان عندي اتنين يعني. كنت محتاجه واحده في حاجه تانية، فكنت خدت واحده بس هنا وحطيت ربع كوبايه ميه. يبقى انا احط بقى، انت حط كوبايه زبادي، كوبايه لبن زي ما قلنا، كوبايه لبن رايب. وهتبل بقى بالتوابل دي. طريقة تتبيلة، احنا كنا عاملين طريقة تتبيلة تانية بمية مثلا البصل بس، مية البصل بس، وبشرة طماطمتين كده، واحط عليها برضو التوابل اللي انت بتحبيها. دي طريقة. وفي طريقة تانية للتتبيلة برضو خفيفة جدا، بتعصري مثلا ليمونتين تلاتة كده وملح وفلفل اسمر بس. دي طريقة برضو للتتبيلة. اللي عندك بقى في التتبيلات تحطيها. بس لما تحط بصل هتحطي المية بتاعة البصل بس، عشان التفل بتاعه ده لما تيجي تقلي هيتحرق منك. خلينا بقى في التتبيله اللي احنا عملناها. حطينا بقى اول كوبايه الزبادي، وحطيت انا توابل بقى، حطيت ملح فلفل، شويه زعتر، خليتها متبله بالزعتر شويه حلو. ملح فلفل زعتر بيبقى حلو قوي في التتبيلات، لو انتوا ما بتجربوش حلو قوي في التتبيلات، جميل. وحطيت شويه بودره زعفران، وحط مثلا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، اي توابل بقى انت بتحطيها كده. سبتها بقى تتبل شويه، وقلت اعمل شويه رز مبهر. كنت اعمل برضو مكرونه، وبعدين رجعت كنت لسه عامله مكرونه، فقلت خلاص لا، مش لازم اعمل مكرونه ايه ورا بعضها كده. خلاص هعمل شويه رز اصفر، لان انا ما كانش عندي بسمتي غير شويه صغيرين بستعمله ليا، عشان مش باخد رز من التاني ده من المصري فيه نشويات كتير. فما كانش هيكفي، فحطيت بقى قلت خلاص هاخد ايه، هعمل رز مصري عادي، بس ايه اللي هو الرز اللي احنا زي البسمتي اللي احنا بنعمله بتاع العزومات والحاجات دي. عندك مثلا حتتين مثلا كبده كنت شايلاهم في الفراخ. عندك حتتين كبده بقى كنت شايلاهم، بس هي بتبقى احسن بكبده الفراخ. يعني لو انت عندك حتتين كبده فراخ شوحهم كده في الاول مع البصل، شوحيهم بقى كده مع البصله، وساعة ما يدخلوا في سوا كده هما بياخدوش وقت طبعا. انزلي بقى عليهم بالبهارات بتاعتك، شويه الملح، اي بهارات انت بتحبها. لو بتحبي مكعبات مرقه دجاج حطي، وحطي بقى لون زعفران او شويه بودره كركم وكاري زي ما بتحبي. وانزلي بقى عليها بالرز بتاعك، سواء المصري او البسمتي. البسمتي طبعا بيبقى احسن في العزومات والحاجات دي. ولو انت بتحبي فيه ال الزبيب والحاجات دي، يبقى حطوا له شويه بل شويه كده، يغسلهم كويس، والمفروض يبقى يكون نوع الزبيب كويس عشان ميبقاش فيه رمل او حاجه. واغسلوهم كويس وقلبيهم مع الرز. وفي الاخر هنبقى نشوح شويه بالسمنه، وتحطيهم على وش الايه، على وش الرز ده. لو انتوا بتحبوا الزبيب وبتفضلوا يعني بيبقى طعمه حلو معاكم، وطعمه طعمه بيبقى جميل. بس لازم تبقى عارفه ان الكل بيحب كده، مش عارفه هتعملي مثلا طبق كده وطبق كده. انت بقى، انما انت لو انت في البيت في عيالك، فانت عارفه هما بيحبوا ايه. بيحبوا كده هتعملي. بس الحبه اللي في الاخر دول تحمرهم بس بمعلقه سمنه بارده او معلقه سمنه كده ريحتها حلوه، وحطهم على وش الايه، الرز. هتسقيه بقى ولما يتشرب برضه هتوطي عليه زي الايه، زي اي رز عادي. هنا بقى الاول ده الحتتين اللي كانوا يعني تخينه شويه سميكه شويه، حطيت لهم كده مكعبين زبده ومعلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. وقلت ايه، احطهم ايه، يتشوا زي يتشوا كده شويه. ممكن تحطهم على الجريل عادي، بس الطاسه دي بقى قدامي فانا حطيت فيها. انا بعد ما حطيت الفراخ دي وبدات اقلبها، وحسيت ان هي حلوه كده وماسكه نفسها، قلت طب خلاص انا ليه مشويش الباقيه، مع ان المفروض يعني التاني كان بانيه رقيق، كان للقليه. انا ما كنتش عامله حسابي فيه ان هو ده كان صدر انا قطعاه هنا. فكنت متخنه عادي، سايباه حتتين كده ايه، مليان مليان نفسهم كده. فالتاني بقى كان رقيق، فهيبقى حتت صغيره كده، وفي حتت هتتقطع منه، لان هو طبعا كان رقيق بس على قد القليه مش على قد الشوي. فانت لو عايزه تشوي الصدر كده قطعيه على اتنين او تلاته اكتر حاجه، يعني اكتر حاجه هتقطعيها على تلاته في الصدر. انما هو لو حجمه صغير شويه مش سميك قوي، هتقطعيه مثلا ايه، على حتتين كده بالطول بس كده، زي ما انت شايفه الشريحه قدامك كده. وتحط كده بالتتبيله مكعب زبده او حته سمنه، معلقه زيت كده، وهتشوي فيها. جبت بقى انا بقى طاسه صينيه اكبر، قلت بقى اكمل فيها الشوي عشان ما اقعدش اعمل في الطاسه الصغيره دي. واللي هناك في الطاسه خلاص دخلوا على سوا، اما ده يدخل على سوا نقلهم كلهم مع بعض خلاص في طاسه. بص انت حاسه ان الشريحه رقيقه وانا بحطها، لان هي كانت بتاعه آلية ما كانتش بتاعه شوي. بس بص بقى، هتسيبيها بقى على النار. اول ما تحس ان طبعا لازم تبقى النار عاليه، وما تنزليش برضو بكل مره واحده، عشان ما تنزلش معاكي ميه وما تحسيش خلاص ان هي مشويه. لو الفراخ نزلت معاكي ميه مش هتاخد لون من تحت، هتبقى عايمه كده في الميه كانك بتسلقي فراخ، مش هتاخد لون ولا تتحمر ولا تتشمع ولا تاخد ريحه الشوي ولا اي حاجه من الحاجات دي. هنا الرز زي ما بقول لك، انا كنت بسقيه، انا كنت نسيت اوريها لك، فقلت اوريها لك. تسقيه عادي زي الرز العادي كده، يا دوبك بس يبقى وشه متغطي بالميه.
وهتغطي عليه، ولما برضو يتشرب كده الميه بتاعته هتوطي عليه. هنا بقى كانت الطاسه انا كنت نقلتها ورا اللي انا كنت بعمل فيها، والناحيه التانية كنت مولعه على على الصينيه الاكبر شويه، حطيت فيها ايه باقي الكميه يعني، عشان ما اقعدش اعمل في الطاسه دي كل شويه، لان انا كنت هقلي، فالقليه ما كانتش هتاخد وقت. انت في الشوي بتستني شويه، لان ده مش زيت، انت بياخد ود بيقلي بسرعه، انت يعتبر ما انتش حاطه حاجه. فانت بقى القليه دي والتتبيله بقى اللي انت حطاها فيها دي بقى بتاخد يعني ايه، بتتشرب معاك. ولو انت عندك باقي تتبيله معلقه او حاجه وهي بتتشوي كده وحسيت ان هي ناقصه سنه، بتقوم مزوداها ايه معلقه كده من على وشها. بص بقى بدات تتشمع وبدات تاخد لون، لان الطاسه سخنه وما نزلتش معاك ميه، لازم كده وتهزها كده. انا بقى هجيب اللي هناك هنا عشان بص بقى كان في حتت صغيره زي ما بقول لك، لان كانت رقيقه للقليه. هجيب بقى اللي باقيه هناك ورا دي، كان خلاص دخلت في سوا زيها، ما ينفعش تبقى نيه. حتت نيه واحط عليها حتت مستويه، ممكن النيه تنزل عليها ايه سنه ميه فهتزفر معاكي. دي بقى كانت خلاص دخلت في سوا زي التانية، فخلاص جبتها. بس دي طبعا واخده لون زياده شويه، لان انا كنت حطاها بدري. واللون الحلو ده من معلقه الزبده، لو انت عندك معلقه زبده حطيها، ما تحطيش زيت بس او سمنه بس، لا احط معلقه زبده. اطلع هنا في طاسه، هي خلاص ممكن برضو ما تطلعيش في طاسه او، بس انا ما حبيتش يبقى فيها نقطه زيت ولا في اي حاجه نازله منها. اللي بيستوي بقى اللي هي الشرايح الصغيره ديت بتستوي اسرع طبعا. اللي الناحيه دي اللي انا كنت قلبها من الطاسه التانية سايباها شويه، عماله اقلبها من هنا ومن هنا، لان هي كانت سميكه شويه عشان تلحق تستوي معاكي. وقلت لك لو بقى عندك معلقه تتبيله كل شويه حط معلقه كده، لو هي ايه احتاجت، ما احتاجتش خلاص. بص بقى طالع لونها ازاي وبتتقطع وتحفه، احسن من المقليه 100 مره، ولا شاربه زيت بقى ولا اي حاجه. انت كل اللي انت حطاه معلقه زبده ومعلقه زيت، المكعبين دول تقريبا بيجوا معلقه. حاسه انت قطعي المكعبات دي وحطها في علبه كده في الفريزر، عشان من ما تحتاجها تطلعي. اعملي بقى معاها شيبسي، اعملي معاها بطاطس، اعملي معاها كاتشب، اعملي معاها بقى الايه الحاجات اللي انت بتحبيها، بتبقى تحفه. بس جربي الطريقه المشويه دي، بس بتخني الفراخ شويه، مش هتقلب عينيه تاني. انت هتحب الطريقه دي، هتبقى كويسه معاكي وخفيفه بقى صحيه. لو انت عامله النظام كده هتبقى خفيفه معاكي وصحيه، بالف هنا وشفا.